سيتوها بتاع ساعتين 3 هتبقى جامده جدا في تتبيله وهتبقى طعمها روعه. وبعد 4 ساعات زي ما انت شايف اختي التتبيله كلت حته الفرخه، تحطيها على الفحم، تحطيها على اي شوايه اوتوماتيك اللي انت عايزاه، بس يستحسن تحطيها على الفحم. يا سلام على صوت الشوي، وهتبقى بالجمال والحلاوه. لا تقولي لي تتبيله مستردة ولا زعتر ولا الكلام ده كله. ويا سلام على الزيوت الطبيعيه اللي بتنزل من الفراخ بتخليها جوسي. شايفه الجمال اختي والحلاوه. 4 دقايق على الجنب ده، 5 دقايق بكتيره، وتقلبيها على الوش التاني اختي، وبسم الله ما شاء الله. وما تقوليليش ما عندكيش شوايه، لان ممكن تحطيها في الفرن. شايفه الجمال؟ شايفه اختي عامله ازاي في البرزنتيشن؟ حاجه روعه. فراخ فريش شوياها على ايدك، مش جايباها من عند اي حد، مكوناتك كلها طبيعيه. اما دلوقتي اختي اقدر اعترف لك بالسر اللي قلت لك عليه في الاول، البصله البيضاء. البصله البيضاء مع البصله الحمراء بتدي تيست عالي جدا، لان البصل الابيض حامي. عشان جوزك ينسى الاسامي، صلي على النبي في الكومنتات اختي وانجوي عليك. ما تدوسي لايك اختي.